أخدتش بالك كده وأنت بتتفرج على أي لقاء لواحد من جيراننا المفتريين؟ إزاي بيتكلم وإزاي مصدق اللي بيقوله، إزاي مصدق تبريراته على كل العنف والجرائم والظلم ومصدقه عادي جدا. في الحقيقة ده كان بيستفزني وما زال، وخليني يعني يجي في بالي كده سؤال مهم: هو إزاي اتربى؟ ده لو اعتبرنا أصلا يعني إنه اتربى، أو اتعلم إيه عشان يعرف يرد الردود دي والقناعة دي. تاني سؤال كمان بيجي في بالي: هو التاريخ حقيقي؟ إذا كنت اللي أنا عشته بنفسي واتكتب قدام عينيا أنا مش عارفة هو حقيقي ولا لأ، فما بالك بالتاريخ اللي اتكتب من زمان، التاريخ الحديث والقديم؟ وعشان نجاوب على الأسئلة دي أهلا بيكم في حلقة جديدة من أول السطر، ومعاكم إيمان الخواجة. المشكلة إن الظالم مش بيكتفي بالظلم، لأ، ده بعد ما يظلم لازم يزيف الحقيقة، ولازم يقف قدام العالم وهو رافع راسه وبيحكي قصته كأنه بطل وكأنه ضحية. هو في اللحظة دي بيستخدم سلاح مهم قوي، سلاح الكلمة. فطبعا بعد ما استخدم كل الأسلحة المدمرة وعمل مجازر، يجي بقى دور الكلمة هنا عشان تبيض أفعاله. الكلمة اللي قادرة إن هي تمسح دمعة الضحية خالص من التاريخ، قادرة ان هي تطلع الجلاد والقاتل على ان هو ملاك وبريء. الكلمة دي مش بتتقال بشكل عشوائي، الكلمة بتتعلم ازاي تقولها، ازاي ان انت تخلي الكذب يبقى شكله حلو. ومع الوقت الكذبة بتبدأ تكبر لدرجة ان الضحية بيصدقها، لا ده كل اللي حواليه كمان بيصدقوها وبتبقى هي الواقع. وده الحقيقة انه بيحصل من زمان، من اول يعني التاريخ. بس احنا ممكن نجيب امثلة من عندنا من اول سقوط الاندلس ولحد النكبة الفلسطينية ان احنا ما زلنا موجودين فيها. المقولة اللي بتقول ان التاريخ بيكتبه المنتصر طبعا كلنا عارفينها وحلوة كمان، لكن نقدر نقول كمان ان التاريخ بيكتبه الكذاب اكتر، اللي بيقدر يزيف اكتر وبيكذب اكتر، اللي عنده آلات وحملات دفاعية بتساعده اكتر. مش بس كده، ده حتى الضحايا في بينهم تمييز. يعني في ضحايا واخدين حقهم قوي، نتكلم عنهم وعن معاناتهم بشكل مكثف، وضحايا لا تاني على الهامش. وهنا في كتابه صناعة الهولوكوست أو Industry of Holocaust، الكاتب نورمان فلينكنستاين بيقول إن في حاجة اسمها هرمية الضحايا. يعني في ضحايا في القاع الهرم وفي ضحايا في الطب، وده طبعا حسب كل واحد بيمتلك ايه عشان يبرر روايته. سنة 1492 سقطت غرناطة، وسقطت معاها طبعا حكم المسلمين هناك. في الرواية الأوروبية بيسموا إن ده تحرير الأرض من الغزاة المسلمين. ده بالنسبة لهم ممكن يكون حقيقي، بس المشكلة إن هم ما قالوش إن الغزاة المسلمين دول تركوا علوم وثقافة وحضارة وتاريخ وعلموهم حاجات كتيرة جدا، وإزاي كان في تعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود في الفترة دي. لا، المنتصر في الحالة دي كتب التاريخ على كيفه، كتب اللي عايزه ومسح اللي مش عاجبه. أمثلة واضحة للاستعمار الأوروبي: الفرنسيين والبريطانيين في احتلالهم لكل المناطق اللي احتلوها كان كلهم عندهم حجة واحدة، وهي ان احنا جايين نحضركم ونخليكم متمدنين. لكن الحقيقة ما قالوش ان هم جايين يستغلوا موارد البلاد دي، يستغلوا مواطنيها وياخدوا كل حاجة منها وكل خيراتها. لا، بيأكدوا النظرية بتاعتهم. حتى المذابح او الجرائم اللي عملوها اوقات الحكم بتاعهم في الحالة دي بيجوا ببساطة جدا يقولوا معلش والله ده خطأ، يعني ما كانش مقصود. أمريكا لما احتلت فيتنام صورت للعالم كله بالقلب الإعلامية بتاعتها إن دي حرب ضد الشيوعية، وفي الحقيقة كانت احتلال. وطبعا بعد كده ظهر في الوثائق وفي الكتب إن هي كانت حرب ملهاش أي لازمة، وتحولت لفوبيا عند أمريكا. ورغم كده جت في العراق وقررت نموذج أسوأ كمان، وصدرت للعالم إن العراق كلها أسلحة كيماوية وإن إحنا لازم نقضي عليها. وفعلا كل العالم جرى وراها، واتضح بعد سنين إن ده كذب وإن ده مش حقيقي. وظهرت الوثائق وبدأت أمريكا تبرر إن معلش والله حدث خطأ. 48
حصلت النكبة طبعا وقامت دولة إسرائيل. إسرائيل عشان تصور وتصدر دولتها بشكل جيد، صدرت للعالم كله فكرة إن إحنا ما عملناش حاجة، ده الفلسطينيين هم اللي باعوا أرضهم. في وقت كتير كانت الرواية دي الناس بتصدقها، باعوا أراضيهم وناس اشترتها، لكن الحقيقة إن بالتاريخ وبشهادات الجنود الإسرائيليين نفسهم إن كان في تهجير قسري وكان في مذابح، لكن الآلة الإعلامية الإسرائيلية قدرت تصدر الصورة دي، والإعلام الغربي تبنى وجهة نظر إسرائيل لأن هي المنتصر وهي اللي عندها آلة إعلامية تسمح لها إنها تزيف كل الحقائق. آلة الدعاية الإسرائيلية شغالة من بدري جدا، من ساعة دولة إسرائيل ما قامت، وكل يوم كانت بتطور في الآلة دي عشان تروج لكل مزاعمها. وأكبر طبعا كذبة وتزييف حصل كان الهولوكوست. الهولوكوست صحيح هو حدث تاريخي ما نقدرش حد ينكره، لكن إسرائيل ضخمت الحدث واستخدمته بشكل سياسي واقتصادي واجتماعي لحد اللحظة دي. في كتابه الجميل جدا صناعة الهولوكوست أو Industry of Holocaust، نورمان فلانكستاين بيقول إن في صحيح هولوكوست تاريخي وده حصل، إن النازيين وهتلر قتلوا عدد من اليهود حقيقي، إنما في هولوكوست أيديولوجي تاني ده إسرائيل استخدمته بقى على مدى يعني عقود كتيرة بشكل في شكل مكاسب مادية واقتصادية وتعويضات للضحايا لسه بتدفع لحد دلوقتي. بقى من بعدها أي حد يفكر بس إنه ينتقد إسرائيل يبقى معادي للسامية. الهولوكوست اتضخمت جدا على حساب مجازر وكوارث تانية ما خدتش حظها زي الهولوكوست. عندنا مجازر الأرمن، مجازر رواندا، عندنا مجازر الفلسطينيين اللي ما زالت مستمرة لحد الآن، ما حدش أبدا ادالها نفس حجم الهولوكوست. هل الهولوكوست كانت بنفس الهولوكوست كانت واخدة نفس الحجم ده من أول قيام دولة إسرائيل؟ الحقيقة لا. بعد الحرب العالمية الثانية ما خلصت، يعني مفروض بعد الهولوكوست ما حصلت ما كانش أبدا في تركيز إعلامي ولا حد بيتكلم عن الهولوكوست بالشكل ده. طب إمتى بدأنا فكرة الهولوكوست بقى تاخد الشكل الدعائي الرهيب ده؟ بعد نكسة 1967، واللي ما كانتش نكسة عسكرية بس، لا كانت نكسة على مستويات كتيرة ترتب عليها إن إسرائيل بقت قوة إقليمية في المنطقة، وبالتالي قدرت إن هي تستخدم الهولوكوست هنا كذريعة للتعويضات وللضغوط على الشعوب. فهنا بدأ المجتمع يتبنى الهولوكوست. ليه؟ لأن المنتصر هو اللي بيكتب اللي هو عايزه، ولأن حتى في الحياة الناس بتروح للي عنده، أما اللي ما عندوش محدش بيصدقه. زي ما احنا عارفين دولة إسرائيل منظمة في كل حاجة بتعملها، حتى فكرة الموساد نفسه روجت له على انه جهاز خطير مرعب فظيع، والوقت كتير احنا يعني بنبقى مقتنعين بالفكرة دي. اسرائيل كمان عندها جهاز مهم جدا اسمه الهسبرة. الهسبرة هي كلمة عبرية معناها تو اكسبلين، تشرح، يعني الشرح، بمعنى ان بيعلموا المواطن الاسرائيلي في اي مكان في الدنيا لو حد سألك وانت في مكان عن اللي بيحصل، عن الأحداث، عن بلدك، عن قناعتك، تقول ايه بالظبط. هو ده اللي بدأنا بيه الحلقة، ان ازاي بيردوا، ازاي قادرين في كل مكان يبرروا أفعالهم. الهسبرة مش جهاز بسيط أبدا، هي ماكينة دعائية ضخمة، جيش من المتحدثين، محتوى موجه بكل لغات العالم، رقابة على الأخبار، تمويل حملات لتلميع صورة إسرائيل مهما عملت، والهدف إن التاريخ اللي يوصل للعالم يكون التاريخ اللي هم كتبوه. طيب لو التاريخ كده بالشكل ده الكذابين هم اللي بيكتبوه، طب إحنا نعمل إيه؟ الحقيقة إن الإنسان نفسه لازم يروي حكايته، ما يسيبش حد يروي حكايته. واحنا دلوقتي في عصر بتسجل وتصور كل حاجة، فالإنسان قادر إنه يصور ويسجل كل الأحداث، زي ما دلوقتي بنشوف كل حاجة بالأحداث اللي بتحصل في العالم، التجويع والظلم اللي في غزة، كل حاجة متصورة، يعني محاولة تكذيبها حتى من كل الدول أو من كل الأماكن هتكون صعبة جدا.
تاني حاجة إن الإنسان لما يحب يتأكد من أي حاجة تاريخية لازم يقرأ مصادر كتيرة جدا مختلفة، ما يعتمدش على رواية واحدة حتى لو كانت الرواية دي قريبة مني أو من تفكيري أو من قناعاتي. لا، أقرأ عشان هعرف من هنا ومن هنا هقدر أجمع الحقيقة. نعلم الجيل اللي جاي، نعلم الصغيرين تاريخهم الحقيقي، لأن أخطر حاجة على الحق مش الكذب لكن النسيان. طول ما احنا عارفين الحقيقة وبنكررها هتفضل عايشة ومش هتضيع وسط ضوضاء الكذابين. التاريخ مش مجرد ماضي، ده معركة مستمرة على الحاضر والمستقبل، واللي بيملك القلم بيملك الحكاية. السؤال هنا، احنا هنسيب غيرنا يكتب قصتنا ولا هنسجلها بصوتنا قبل ما يسرقوها؟ بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت تشتركوا معانا في القناة، تعملوا لايك وسبسكرايب، وتتابعونا في الحلقات اللي جاية. أشوفكم على خير.